عاكف، خلص عرفتك، ما في داعي. شو ريحتوا حالكم شوي؟ صرتوا جاهزين تروحوا على المهمة الجديدة؟ بتكفيكن أينورة، ما في داعي لإلي. أينورة، رح تروحي على جورجيا. نحن بالحالة الطبيعية رح نحتاج لشخصين يتخفوا، رجال ومرته، مشان عملية إنقاذ. بس هلأ رح تنجبري تبيني إنك لحالك وما في حدا غيرك بهي المهمة. أرتيكن وشامل عايشين؟ حاليا، بس إذا ما تحركتوا فورا فما رح يكون عندهم أي فرصة ليعيشوا. إذا هيك أنا كمان بروح مع أينورة ليقدروا يعيشوا. الجنرال حاطط عناصرنا بمكان عند رفيقه المقرب منه كتير وراعي مصالحه، وهو أشهر واحد بربي خيول. رح يبلعوا الطعم. شو هالصدفة إنه نروح هلأ لعند مربي الخيول صديقه؟ مشان نوصل للجنرال، هذا أحسن شيء بنقدر نعمله، ورح خلي الباقي عليكم. خلينا نشوف شو رح تقدروا تعملوا انتوا اثنين. شاكر، انت دخلت الدولة العميقة وقدروا يغيروا لك عقلك ويزبطوا لك راسك، ما في داعي لهالبودرة الوسخة. لا تحكي حكي فاضي. خود هدول كبون وحضر لي شنطاية صغيرة حط لي فيها تيابي. خير ان شاء الله شاكر، خلصت مهمتك بالبلد ورايح على مهمة برا؟ ايه في شي من هاد، وصار لازم ارتاح شوي. معلم جايين جماعة المخابرات. فوتهم. سيدي انتو جاهزين؟ سيدي، اجا السيد أشرف. سيد أشرف؟ فوتوا. تفضل. سيد أشرف، ما رديت طلب إني أشوفك لأنك من الختيارية، بس اللي عم تعمله هو تعدي على القوانين. ما فيك تجتمع بأعضاء المجلس برات الاجتماعات. بعرف، بس الوضع سيء كتير. الختيار الكبير سكر علينا كل الطرق ودعوس برجليه على قوانين 2000 سنة، وإذا ما عملنا شيء فهاد خطر على الدولة وعلى الأمة. سيد أشرف، إذا كان في مشكلة فالنقاش تبعنا مكانه معروف. بترجاك ما تطول بالموضوع أكتر وما تنتظر مني إنه انتهك القوانين تبع المجلس. الختيار الكبير خطف عضو من الختيارية واستجوبه. إذا بدك يعني إني روح بروح. سيد أشرف، هي تهمة كبيرة، فيكن تثبتوا هالحكي؟ ما في داعي للإثبات. إذا سألت الختيار الكبير ما رح ينكر هذا الشيء. ما حدا بيقدر يطول إيده على حصانة الختيارية بالمجلس، حتى لو يلي عمل هذا الشيء الختيار الكبير بذاته. بس رح كرر لك مرة تانية، النقاش بالمجلس. لهذا السبب أنا أجيت. وكيل المجلس رح يجمع المجلس، واللي بدنا إياه منك تكون معنا بهذا الموضوع. أشرف، مهما كان هذا الموضوع جدي ومهم، نحن ما بيصير وقبل الاجتماع نعمل تحضيرات. مكان هذا الموضوع هو المجلس وبس، وهنيك رح نقوم بشغلنا ونتحمل مسؤولياتنا.
رحت لعند دكتور عيون؟ تحسنت سيدي. قديش هدول؟ هات لنشوف. سيدي انكشف الشخص المقنع، أخذوه المخابرات، أخذوه على مركز الاستجواب المركزي، وما عم يخلوا حدا يتواصل معه. خلصني بقى، مين هو؟ نهاد شاكر سيدي. نهاد؟ حلو كتير. شاكر بالزمانات استغلوه كتير، هلأ بالمخابرات رح يعرفوا كيف يدرسوه منيح. نافذ، منروح ومننزع لهم الدروس. الو نعم. سيد أشرف، أنا فاروق. سيد فاروق أنت منيح؟ لازم تجمعني مع الوكيل فورا. سيد فاروق أنا متضايق من اللي صار، بس ما بيكفي إنك تكون متضايق، لازم الختيار الكبير يدفع ثمن هذا الشيء. دوغان، الشاي تازة؟ ما عنا شاي بايت. السيد سينجر بحب الشاي شي؟ انت المرافق تبعه ما بتعرف هالشي؟ عم حاول هلا اني اعرف. اسأل السيد سنجر وفهم منه اذا بدك. انت دخلت السيد متى؟ ايه انا. ومين كان معه؟ ما كان معه حدا. ما بيطلعوا بفوت حدا على هذا البيت من دون ما تجي وتخبرني. أهلا وسهلا سيدي، سيادته ناطرك بمكتبه. شو صاير؟ شو بتداور أخلاق مديرك؟ يمكن صاير معه روماتيزم. ليش ما طلع استقبلني على الباب؟ ما تواخذنا سيدي، بس عنا عجقة شغل. ايه مو مشكلة، على كل ما اجيت لشوف مديرك، اجيت لحقق مع نهاد شاكر. تفضل سيدي. وين حاطين العصفور المقنع؟ سيدي أول شي رح تقابل المدير. هلا على آخر عمري يا ابني بدي آخذ إذن من مديرك لاستجواب هالوقت؟ سيدي في معلومات مهمة كتير قبل ما تبلش التحقيق، لازم المدير يعطيك إياها. وليش ما عرفت تحكي هالحكي من الأول يا ابني؟ نافذ، أنت والشباب روحوا شوفوا لنا العصفور المقنع. أنا رح روح لعند المدير والحقكم. تفضل معي من هون. ابني انتظرني دقيقتين عندك، رح روح وارجع دغري. ايه جيب السيارة لورا المبنى. ايه لورا بسرعة. سيد متى أنت منيح؟ بس تصير بعمري رح تعاني، لازم تخفف دخان وقت تكون صغير.
سيدي، المخابرات عملوا لي فخ وحاولوا انهم يمسكوني. متى اهدى؟ وصلني خبر باللي صار. كل شيء رح يخلص بكره. المهم ما تسمح لهم يوصلوا لك قبل بكره. سيدي، انت بخير سيدي؟ انا خايف هالاندال يعملوا شي عمليه ضدك. انا ما حدا بيقدر يعمل لي شيء، ريح لي حالك. الامور كلها ماشيه مثل ما انا بدي. هلا روح على البيت وما تحكي مع حدا، وبس يطلع الصبح بكره الدوله رح تصير إلنا. ما انت فهمان علي؟ كشفوا عن عيوني يا كلاب. قيموا الغطا، قيموا الغطا عن وشي. اتركوني يا كلاب. السيد متى تركك لحالك وهرب، ما هيك؟ هذا هو رفيقك الجديد؟ خليه يبين وشه هالقبضاي. شبه خايف مثل النسوان. ما بنصحك بهالشي نافذ، يلي بيشوف وشه بيموت. أركان أخي، أنت عم تغلط. شبك نحن حاربنا مع بعض. مشان هيك غرستوا السكين بظهري؟ ومين يلي طعن بالظهر؟ قالوا لنا عنك إنك عميل، وعم تقول إنه نحن يلي طعناك؟ لا تماطل بالحكي نافذ. لو قدرت كنت حتخلي متى يقتلني. أنا ما جبتك لهون مشان نتذكر أيامنا القديمة. اللي سميح وينه؟ بعد كل هالسنين أنت ما عرفتني منيح. شفتني شي مرة حكيت؟ كل شي في له أول مرة. ما تخليني عزبك كرمال الأيام القديمة اللي بيناتنا. هذا الزلمة ما بيستاهل تغطي عنه. الشغلة ما لها علاقة بهذا الزلمة، المسألة مسألة شرف. أنت لو كنت محلي كنت حكيت؟ نافذ، هاد رح يكسر لك عظامك كلياتهم، وبالاخير رح تحكي كل شي عندك. لا تنتظر لتصير معاق. سيدي، ضيوفك وصلوا لعنا. الحمد لله على سلامتك سيد فاروق. السيد سنجر، انت الوكيل؟ فرحت كتير انك الوكيل وارتاح قلبي لهذا الشيء. قدامنا مرحلة صعبة كتير. لو كنت مكانك ما فرحت لهالدرجة هي. السيد عادل يا أصدقائي فقد توازنه وحكمته، وما عم يفكر بطريقة صحيحة. هاد بعد ما خطفوا مراد راح كل الهدوء تبعه. القصة مو قصة خطفك يا فاروق. وقت كنت بالأسر عملوا عمايل، خلوا دول العالم كلها ضدنا. يا دوب قدرنا نغطي على الفضايح. الهجوم على القنصلية الإيرانية وحفل الاستقبال بيصير بس بالدول الإرهابية. وأنا كمان ماني مصدق إنه السيد عادل وصل لهي المرحلة. بس الكلام بالماضي ما عاد له أي أهمية. نحن لازم نتدخل بسرعة حتى نقدر نحل المشكلة، مشان نقدر نضمن تماما مستقبلنا. بالنسبة إلي كوكيل عملت يلي لازم أعمله. دعيت لاجتماع طارئ.
وضميت كل قيادات المخابرات لتحت أمرتي، وشرحت لأعضاء مجلس الختيارية كل شيء بالتفصيل. أنا حكيت مع أعضاء المجلس واحد، ما حدا منهم حب إنه يعطيني جواب. ما في ضمانات إنه رح ناخد الجواب يلي بدنا إياه بنوب. ما حدا من أعضاء المجلس رح يوافق على خطف حدا من الختيارية، ونحن رح نحاول نعمل كل جهدنا ليطلع من المجلس قرار صحيح يلي رح يدفع فيه عادل ثمن عملته يلي عملها. السيد فاروق والسيد أشرف باجتماع عند السيد سنجر بالبيت. هركان، أقسم بشرفي ما بعرف وينه. بكفي حاجتي. كيف يعني ما بتعرف؟ انت اتهمت مقرنا واخذت سميح. ما بعرف لوين أخده، نزلني من السيارة وأخده. ما بعرف. نافذ، متى ما عنده إصرار وانتو راجعين أكيد خبرك بشي. ما حكى ولا كلمة عن الموضوع وما خبرني لوين بعته. أقسم بشرفي هذا اللي صار. سيدي، اجانا خبر من ميرساد، سيد أشرف وسيد فاروق مجتمعين ببيت السيد سنجر. رؤوف ما عاد إلنا حق إنه نغلط أو نعمل غلط، ليكن هن كمان عم يغلطوا. يلي عم يذكرونا بقوانين الختيارية هن نفسهم يلي عم يكسروا هاي القوانين بإيديهم. سيدي، هدول عم بيخططوا ليعملوا انقلاب عليك. إذا عندهم القوة يعملوها. في أخبار عن المقنعشي؟ المهم نلاقي الخاين قبل ما يعملوا الانقلاب تبعهم. سيدي، لازم نمسك متى أيمار. ترك نافذ بالطريق وكمل، وراح لوحده وسلم زلمته سميح. طيب اتصل لي بمتى. سيدي متى بيعرف انه رح نتصل فيه، ما عم بيرد علينا. إذا كان ما عم بيرد علينا خليهم يجيبوه وفق التعليمات. متى، شريكك عم بيقل لي الأدب معنا. سيدي، بدكن إياه عايش ولا ميت؟ بدنا متى عايش، وفوراً. أمرك سيدي، فوراً. شو في متى؟ شو عم تحضر حالك للحرب؟ ليش جايب معك كل هالرجال؟ في شي من هيك أمي، لازم نمضي هالليلة بخير وسلامة. بس لسه ما إجا الليل ابني. شو يلي مخوفك بعز النهار ورجعت على البيت مشان تتخبى؟ سيد متى عم بيحط راسه بالرمل، بس ما في دواء للموت. أمي، عم بيصير تصفية حسابات كبيرة، وبس لتخلص هاي الحسابات ما لازم امشي بالنص بهاي الفترة.
مين اتصل؟ ليش وشك انخطف من الخوف؟ عمران، خلي يجيبوا له كاسة مي. ابني رح يوقع من الخوف. أمي، ما تحكي شي من دون ما تعرفي. انت بتعرفي شو عم بيصير براسي؟ ايه بعرف، كان في 3-5 شعرات وراحوا. مين اتصل فيك امي؟ جاوبني. الختيارية اللي اتصلوا. وليش ما عم ترد؟ لأنك عامل لك شغلة مو منيحة، ما هيك؟ شوف، إذا أنت رحت على أمريكا مرة تانية حسب حسابك ما عاد تشوفني وما عاد حتى تسمع صوتي. أمي، مالي علاقة بالموضوع. الجماعة في صراع بيناتهم وأنا ما بدي فوت بالنص. أنت اصبري بس لبكرة، وبكرة ابنك رح يصير واحد من الختيارية. بنتي قلت لكم ما بدي تفوتوني على العملية. هاي ما قدرتوا تخلصوا مني. معقول هالحكي بابا؟ أنا ما زرتك لأني أنا بعرف منيح شو يلي أنت رح تقلي إياه. لشو كنت رح أقول؟ رح تقلي شو ما كان هي أمك. شو رح تقول؟ ورح تقلي أنت ما تعملي مثل ما هي عملت. أنت بتحبي تعرفي شو رح يكون الجواب؟ شو رح يكون السبب يلي خلاها تتركني؟ رح تقول إنها حبت وإنها غرقت بالعشق وما قدرت تحب أبي وبالعكس كرهته. شو رح بيهمني هالشي؟ مين هالأم يلي بتترك بنتها هيك؟ يعني ما كان بيهمك تسمعي جوابها؟ بلا بيهمني، طبعا بيهمني. كان بدي هذا الجواب من سنين، بس هلأ ما بدي إياها تحكي لي هالحكي وتموت مرتاحة. وأنا ما بدي إياكي تعيشي باقي عمرك وضميرك عم يعذبك. ماما نازك قالت لي إنه طلع في عندك أخت. إذا هيك بدك كمان أختك تدفع الثمن بدل أمك؟ شو وين دوغان؟ ما دريت، دوغان عامل حادث سيارة. كيف؟ طلع من البيت يعني؟ قل لي وين عمل هذا الحادث؟ هو ورايح على المحل ضربته السيارة. وحالته منيحة؟ قالوا لي انه وضعه منيح. وينه هلا؟ بأي مشفى؟
في كاميرا بالغرفة عم يراقبونا. ناديلي على السيد متى. سيدي السيد متى مريض، للأسف ما عم يستقبل حدا. عزيز، شريكي مريض، ليش ما جبت لي سيرة؟ خلينا نفوت نشوف إذا محتاج لأي شيء. سيد متى نزلوا سلاحكم انت وياه. على مين عم ترفعوا سلاحكم؟ شريك، جيت بالوقت الغلط. روح اليوم وانا بجي لعندك بكره. متى، تعال نحكي كلمتين بلا مشاكل. يا عيبي الشوم، ليش واقفين على الباب عم تحكوا؟ تعال ابني، فوتوا واحكوا جوا على رواق. عفوا امي، انا ماني جاي لحتى ازعجكم. راح احكي مع متى دقيقتين وامشي. رح تروح من دون ما تشوفني؟ يلا فوتوا لجوا، وحاجة تخلوا أعدائكم يضحكوا عليكم ويشمتوا فيكم. يلا يلا ابني. تفضل من هون يا شريك. أهلا وسهلا فيك سيد متى. انت شو عم تعمل هون ابني؟ ابني عمران صار هلأ ابني الثالث، ورح قول انه هو احسن منكم انتو الجوز، لانه ما بيزعل امه السمرة. شكرا كثير على هذا الحكي امي. تعرف ليش انا اجيت؟ الختيار الكبير بده اياك. انتو الاثنين صار شعركن ابيض، انتو رح تضلوا هيك عم تخدموا باقي الناس؟ هلأ اجا وقتكن انتو الاثنين، حطوا ايديكن مع بعض وديروا مع بعض الدولة كلها. بقي القليل امي، بكره رح يصير كل اللي عم تحكيه، واذا شريكي رح يسمع للحكي تبعي هو كمان رح يكون معنا. متى، واضح انك بالفترة الأخيرة عم تشرب كتير. يلي عم تحكيه ما رح يصير حتى بالأحلام. شريكي، هاي المرة اسمع كلامي. هاي الليلة كون ضيفي، رح تشوف بعيونك انه كل شي رح يتغير بكرة. هاج علاك وحكي فاضي. الختيار الكبير طلبك تكون عنده، وانا رح اخذك لعنده. خالد، امي شو قصتك؟ ابنك طائع عقله وما عم يعرف شو عم يحكي، واذا ضل هيك رح يخسر حياته. متى، أنا بعرف إيمتى ابني بيكون عم يتخيل وإيمتى بيكون عم يحكي الحقيقة. وإنت كمان يا ابني، مشان مستقبلكن انتو الاثنين رح تضل هون عنا للصبح. عزيز، قول لرجالك ينزلوا سلاحهم ويمشوا من هون. خليه يجوا بكره الصبح وياخذوا معلمهم. متى، هي فرصتك الأخيرة. انت بكره رح تاكلها، رح يقوصوا براسك وراس امك. شريك، انت اعمل مثل ما عم قلك، لا تقدر تشوف بكره، وبكره ما رح تصدق الشي اللي رح تشوفه، صدقني. وعلى قليلة رح تقدر تشوفه لبكره.
عزيز، ساوي اللي حكاه. قدرت تجيب متى يا رؤوف؟ لا سيدي. يعني ما عاد عندك القوة لا تقدر تجيبه يا رؤوف؟ سيدي، معظم الفرق تبعنا تحت أمر السيد أشرف، وهو عم يمنعنا نعمل شيء. عاطي خبر للفدائي يجيب لي متى لهون أهم من أي شيء تاني، عم تفهم؟ جاية. خير؟ البنت يلي بالجنينة؟ خير شو في؟ لو سمحتي فيني فوت مدام؟ تفضلي بنتي تفضلي، ما رح تاخدي روحي مني. تفضلي بنتي فوتي، تفضلي عدي، تفضلي لهون، كنت عم بسمع الأخبار. تفضلي. شو بتشربي شاي؟ نشرب سوا. ما في داعي. ما تواخذيني، الجو بارد، الشوفاج بيأثر علي، ما بقي بدمي حديد، ما بشعله لأنه ما بيدفيني بنوب، والدكاترة قالوا لي ما بيصير اشرب شاي، بس أنا رح موت خلص. الله يطول بعمركم انتوا الصغار. أمي تعي عدي. إذا ما بتحبي الشاي بعمل قهوة. أمي تعي عدي. قديش حلو إنه ينادوا النسوان الكبار أمي، هيك الواحد بترتاح نفسيته. أنتي ما بتعرفيني ما هيك؟ ليش نحن بنعرف بعض؟ سامحيني، الأدوية اللي عم باخدها عم تاكل من ذاكرتي. أنا بكون بنتك. ليلى، انتي لساتك متذكرتيني؟ يا ليلى، ما إلي الحق إني أكون واقفة قدامك، ما إلي الحق أطلع بعيونك الحلوة. أنا دعيت لربي إني موت، دعيت لربي إني موت قبل ما تطلعي فيني. ما إجيت لأسمع هذا الحكي. عندي سؤال واحد إلك، أنت كيف تركتيني ورحتي؟ لأني بعرف إنك رح تسأليني، هربت منك كل عمري. ما عاد فيك تهربي هلأ. أنا ما رح روح قبل ما تجاوبيني على سؤالي. بدك تجاوبيني على سؤالي. انت كيف قدرتي تتركيني؟ انت مالك ام؟ شو ما في عندك قلب؟ فهميني ليش تركتيني؟ ما سمحوا لي اني موت، كان بدي موت بس ما قدرت. اتركيني موت هلا يا بنتي. عم تهربي مرة تانية، عم تهربي مرة تانية. أنا المدعية ليلى تركمان. بعتولي سيارة إسعاف فورا، شارع وردة الربيع، جادة جلال الدين، بيت رقم 9.
صباح الخير. تشربوا معنا شيء لبين ما يجهز الفطور؟ منشرب، ليش لا؟ شو بتشربوا؟ رح نشرب مثلكم. يلي انتو بتشربوه نحن كمان بنشربه. 2 ابني. رح أعرفكم على صديقي العزيز اللواء فلاديمير، السيد ياووز ومدامته. عندهم مزرعة خيل بتركيا. يا أهلا وسهلا. تشرفنا بمعرفتك. تفضلوا اقعدوا. كتير منيح. قعدت بتركيا لفترة طويلة ولحد هلأ بتصل مع رفقاتي هنيك. المواصلات باسطنبول سيئة كتير. بتضل أحسن من موسكو. المواصلات بموسكو كارثة. معك حق. الهيئة بتعرف موسكو والمشاكل تبعها، وقدرت تعرف دغري إني من هنيك. من الشكل المرسوم على قداحتك. برافو، عيونك قوية وبتلقط بسرعة، بس أنا مدهوش إنك فهمت الرسمة. نحن قعدنا فترة منيحة بموسكو، وكان الفريق اللي عم يحرسنا رجال أمن سابقين، وكانوا كلهم عندهم نفس القداحة هاي. أنا دربت فرق خاصة للحراسة الشخصية من ألمانيا لموسكو لهولندا. احتمال كبير إنكم بتعرفوا حدا منهم، بس بدي وصيكم المشوار الجاي إنكم ما تعتمدوا على الفرق لتحميكم. ليش بقى؟ لأنه هدول ما دربتهم مشان يحملوا الرجال، هدول دربتهم مشان يقتلوا الرجال. صحتكم. 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 فدائي، ما فينا نفوت من هون. إذا قدرنا ندخل مستحيل نقدر نمسك متى ويكون عايش. فدائي، نحن لازم نضرب عليهم صاروخ. في فوق 40 زلمة يلي واقفين على الباب. عزيز، ما في داعي تتوتر يا ابني، كل شي جوا من أحسن. شوف منيح أخي، أنت اخترت الزلمة الغلط لتلعب معه. أنا رح ورجيك قيمتك.